اول حاجه طول الوقت اي خير انا فيه يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى ودعاء امي فهو هيكون للبلد دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، البلد التانية اللي احنا بنتكلم عليها الامارات. انا الامارات عمري ما حسيت فيها في الغربة تماما خالص، لا في البلد ولا من الشعب ولا من الاهل ولا من الاصدقاء. وعايز اقول لك ان هم بالنسبة لي خلاص يعني ولا الاخوان، خالص هم اخواتي يعني. ما شاء الله. فكونك بتكون موجود في السوقين دول، لان السوقين دول على فكرة متقاربين لبعض جدا. واحد بيتحرك بسرعة قوي ناحية المستقبل، وسوق مرن، وسوق عنده قدرة على استيعاب الصدمات، وسوق عنده خلينا نقول سوق شاب فيه فرص كتير. وعندك السوق التاني السوق المصري، سوق عريق جدا. يعني اقول لك على حاجة، انا بدأت حتى استخدمها في البرزنتيشنز لما اقعد اتكلم مع حد اقول له احنا استلمنا الكوكب ده محارة اصلا. احنا فاحنا في مصر واحنا اللي فتقريبا بنيناه. فاحنا اللي بادئين، احنا اللي فتحنا باب ايه العماره والبنى. ما شاء الله. فبناء عليه لما انت تاخد القيمه دي كلها وتبدا تبني عليها ويحصل عمليه مزج ما بين ما هو مستقبلي جدا وما هو عريق، تقدر تطلع منتج يكون لطيف. صحيح. طيب تعال نحط عليهم بقى الطموح الشاب اللي موجود فين؟ موجود في المملكه العربيه السعوديه. فتعال بقى عندك كيانات كبيره زي البي اي اف صندوق الاستثمار السعودي، متمثل في شركه روشن. التجارب دي كلها لما تحطها مع بعض هتديك ميزه، دي اللي ممكن اقدر اقول عليها بتخليك مختلف شويه في السوق، اللي هي ايه؟ دراسات السوق المقارن.